والله يا مصري ما قصرت، والله يا مصري ما قصرت. انتوا صناع الحضارة، صناع التاريخ، انتوا الأهرامات يا جدع، انتوا عادل إمام وسعد حنبو. honestly في حياتي ما شفت كده. بس بجد شكرا. أول حاجة أنا اكتشفت بجد إن انتوا عندكم طاقة نووية يا والله العظيم. تحيا مصر يا عم، أقسم بالله تحيا مصر. الطاقة اللي عندكم دي المفروض تخلي مصر يعني نمبر 1. أنا مش عارفة ازاي يعني ازاي مش عارفين تستغلوها صح. الثقة بالنفس والنجاح والرعب من الفشل. امبارح حطيت بوست عن tell me about it. قولوا لي ايه اللي منعكم عن النجاح؟ الفشل، الخوف من الفشل. فشلت كتير فنفسيتي خلاص تعبت، مش قادر اكمل خلاص. انا دلوقتي الصدمات قويه، مفيش سبورت من العيله، من اللافد وانز. صحابي يسيبوني او حبايبي يسيبوني يبعدوا ويهجروني. دي حاجه قاسيه جدا على فكره. انا لوحدي قاسيه. ظروف البلد لا which I don't think it's a good excuse at all. انا اللي بحاول اعمله دلوقتي I'm gonna use myself as an example عشان اقول لك ازاي انا مريت بفشل ذريع في حياتي هنا في امريكا. مرتين قويين قوي، هزوني اول مرتين دول، وطلعت منهم ازاي بنجاح الحمد لله كبير، وفشل تاني ورضا بقى. فهمت يعني ايه ازاي اوصل لمرحله الرضا وان انا اكمل. يعني في two things خلاص طالعه بيهم من الحياه ان شاء الله لغايه ما اموت في قلبي. يعني منظر كانها هتموت نفسها. العنف اللي انا فيه ده مش عارفه هبطله ازاي. الرضا perseverance، مش عارفه يعني ايه بالعربي. الاستمرار مهما حصل، استمرار. اوكي. اول مره وانا حلوف خرتيت مدرع 350 باوند، صغيره في السن. دي بقى اللي هي ايه، الشخصيه ما كانتش موجوده اساسا في الوجود. كئيبه، مكتئبه، وحيده، isolated، anti social، ما بتحبش تكلم حد، اللي يبص لها تعيط. تقعد تاكل كتير وتذاكر كتير وتقرا كتير وخلاص، ومش عايزه تبان ومش عايزه تكون خلاص مش healthy خالص النفسيه، لغايه ما وصلت لمرحله اكتئاب بألموست كل السيمتومز ما عدا سيمتوم الانتحار، لان الحمد لله مسلمه فماليش في الانتحار يعني. اوكي. وامي نفسها here's a primary support system، الفاميلي. يعني كان اسلوبها، هي مهندسه وكل حاجه وكانت بتدرس وكل حاجه، بس اسلوبها ساعتها كان مش هو ده اللي كان نافع معايا. تقول لي انت عندك مرض الفيل وانت عمرك ما هتخسي وانت مش عارفه ايه والكلام ده. واصحابها برضو اللي يجوا يزورونا في البيت، التخن اللي انت فيه ده محدش هيبص لك، وكلام جارح جدا يعني لبنت صغيره لسه شخصيتها مش واقفه على رجلها كده نفسيا. بس الحمد لله ربنا رمى في طريقي حاجه اسمها جيم. اوكي. ده بعد معاناه نفسيه طويله for years. فقلت لنفسي طلعي كل طاقتك وكل غلك وكل حزنك وكل وحدتك وكل حاجه في الرياضه او تمرين whatever. ولا حتى كنت اعرف اتمرن. حتى انا كل اللي اعرفه اول 5 دقايق على التريدميل اغمى عليا من كتر ما انا كل الاكسرسايز اللي بعمله في حياتي بالريموت، واقعد على الكنبه ما اقومش، خمول الرسمي. المهم اندمجت قوي فيه، لقيت نفسي مبسوطه. كارديو كل يوم ساعه، واكل هيلثي شويه، فكنت بخس بسرعه قوي ببقى رفيعه والكلام ده كله. فببدا البس بقى فرحه ان انا عايزه البس والكلام ده كله. ركزت 100% من مجهودي ان انا بدل ما اقعد حزينه، وانا قعدت حزينه سنين، بدل ما استثمر الحزن والزعل والاكتئاب وان انا مفيش فايده ومفيش مش عارفه ايه، ركزت ان انا لا، انا ايه اللي في حياتي دلوقتي؟ جيم وانا لسه في الجامعه، خلاص هركز فيهم 100%. في تجربه عملوها عن التركيز. جابوا طبعا behavior psychologist، جابوا basketball players وحطوهم في الكورت وقالوا لهم انتوا حطوا عينيكم 100% على الكوره، مش مهم هي رايحه فين ولا جايه منين، انتوا بس تركزوا على الكوره. بعديها لبسوا راجل لبس غوريلا ونزلوه معاهم الكور،
ويلعب معاهم ويقوم حاطط ايده على الكوره وكده، بس هم عايزين بس يشوفوا الكوره رايحه فين وجايه منين، ويخبط فيهم يعني ليرلي يخبط فيهم. وبعد ما خلصوا سالوه انتوا شفتوا الغوريلا دي في الفيديو في الكورت؟ غوريلا ايه؟ انت بتتكلم على ايه؟ فرجوهم على الفيديو، في غوريلا بتلعب معاكم، واحد لابس غوريلا بيلعب معاكم. ما شفناهاش طبعا، احنا كنا مركزين في الكوره. it supported their thesis the theory قصدي I'm sorry انه الانسان ربنا خلق مخ الانسان لو عايز يركز على حاجه 100% مش هيشوف اي حاجه تانية حواليه. رسمي. كنت بتكلم على شخص ناجح باكستاني، لما بتفرج عليه وهو بيشتغل والله العظيم تلاته لو قنبله انفجرت جنبه مش هيحس. الله اكبر ما شاء الله، بيركز باسلوب يعني جامد. لازم تحط موضوع التركيز ده على هدفك. عارف الساي فاي وموفيز وكده، لما حد يبص على حاجه يركز فيها متنح مسنتح فيها لغايه ما تطلع نار، اعمل كده بس على هدفك، مش على حاجات صح ده حنبوه. يعني ممكن صح ده حنبوه 5 دقايق يا عم، عايز تفسي دماغك زي ما بيقولوا، بس ارجع لهدف، وان شاء الله لو كان هدف صغير جدا. كونك هتعرف تركز تستثمر وقتك ومجهودك انك بتعمل هدف، هتحس ساعتها بقى اوبا الثقه تبدا تتبني، هتعرف تاكمبلش ات، وبعد كده هتخلص ده تقول طب انا عايزه هدف تاني، وبعدين عايزه هدف تاني، هتبدا تطلع. اوكي. المره اللي بعديها فطبعا الحمد لله الجورني دي وخلتني ان انا مركزه وبقيت شاطره في الحاجه اللي بعملها اللي هي دراستي والجيم والكلام ده كله. خلى فيه نجاح اللي هو الحمد لله الشهادات، والحمد لله الترانسفورميشن في الفيزيك. وطبعا اتعلمت بالهبل بقى، دي جورني لوحدها، موضوع الفتنس والفيزيك والكلام ده. المره الثانيه دي مؤخرا في البيزنس، دخلت في مشروع مطعم وشفت فيه ايام صعبه جدا، واتخنت فيه، وكنت بيجيلي كوابيس وما بنامش وستريس وشغل ساعات 16 ساعه في اليوم مستمره. 3 سنين من عمري عدوا ما اعرفش كده. انا كنت حتى حد من صحابي يقول لي مش انت المره الاخيره قلت لي انا نفسي انزل مصر فيها بقالك 4 سنين بتحاولي تنزلي. اتسحلت سحله ما اقدرش. من مشاكل بقى من اول ايه، من اول عيال صغيره بتاخد مخدرات العمال، لعيال بيرفعوا قواضي، بص كل حاجه. انا ما كنتش اصلا عارفه ان الدنيا المطاعم دي كده. اوكي. فخلاص قفلت وبعت وخلاص وباعها ومش عارفه ايه، واعتبر بيني وبين نفسي اللي هو ما نجحتش، فشلت في المشروع ده. والمشروع ده كان مكلف بالظبط $400,000، فدي حاجه كبيره صدمه بصراحه يعني. طبعا تعبت. كان في صدمه، في مراحل بقى للناس اللي هي بتفشل كذا مره، بيمروا بمراحل نفسيه بس هتعرف تقوم منها تاني. اول مرحله الريجكشن، ايه ده انا مش صدق، ده انا عملت اللي عليا، ده انا كويس. بعد كده الشماعه، هتلوم حد، لا يا عم ده هو السبب، ده الراجل ده العامل ده مش عارفه ايه، ده حتى لو هم السبب ما تلوموش. شوف انت غلطت في ايه، انت قصرت في ايه. لا انت ده بعدين. انا في الاول كنت عمال pinpoint it's because of him and her and this and that and I did my best. you know what I'm saying. بعد كده هتبقى الصدمه بقى اللي هي تستوي كده شويه، اللي هو انا فشلت، تبقى متنح كده، اللي هي بتاخد الصدمه وبتخليها بتنزل على كل الانرجي سنترز اللي جواك، تحرقك تكويك كده، تبقى بعد الشر كانك قاعد مشلول بس حد بيكوي فيك. الشعور ده صح؟ اللي حس بالفشل الذريع ممكن يكون حس بالشعور ده ساعات. وبعد كده الاستسلام، وبعد كده you start labeling yourself واللي حواليك label you. تبدأ تعلن لنفسك ان فاشل، واللي حواليك يقولوا عليك انت فاشل انت كمان. وممكن اللي حواليك يكونوا اقرب الناس ليك برضو يقولك يا عم ما انت فاشل. تبصي المشروع اللي عملته ده، كل امهاتنا وبهبهاتنا على فكرة بيعملوا الموضوع ده ساعات كتير، مش قصدهم يجرحونا طبعا، بس ده الاسلوب المصري بيبقى ساعات اجريسيف. انا فاشل، فطبعا هخش في دور ما يسمى بالاكتئاب.
مش عايز تعمل حاجه، او تبدا تعمل الحاجات الغلط، او تشرب، او تعمل وتنام طول الوقت وتاكل طول الوقت وخلاص، ما تحسش ان ليك لازمه في الحياه، ومنظرك للحياه يبدا يتغير. وبعد كده تبدا تبقى اجريسيف، انت تبدا تشوف كل حاجه بنظره وحشه، برسبكتيف وحش، والحقد يبدا يملى قلبك. ايه ده؟ بص مش عارفه ايه كده. وممكن الله اعلم ممكن تتطور لايه لما تسيب نفسك. انا الحمد لله مسكت نفسي في حاله الاكتئاب دي، اللي هو لا بصي بقول لك ايه، انت بتنامي كتير وبتاكلي كتير وتخنتي ونفسيتك زعلانه ومقهوره وبتعيطي كأن حد ميت لك، وبتكلمي اصحابك اللي هم فاكرين يا حد مات. يا طب مش عارفه ليه المصريين دايما لما بيشوفوا البنت زعلانه قوي بيقولوا مين اللي مزعلك؟ واحد زعلك؟ لا ما كانش واحد، كان بيزنس. انا بتقرص من ناموس، هو السيزون بتاع الناموس وانا بتقرص من ناموس، ويعني جاي في دماغي الكلمتين دول دلوقتي، فمعلش اعذروا الموفمنت الكتير. ف روحي خدي الكتاب اللي بتكتبيه الجورنال بتاعتك مكان بعيد، اكتبي كده ايه طلعي الوساخه اللي في دماغك بقى، التومر اللي جواكي ابداي خرمي فيه ونضفي فيه وطلعي فيه ايه اللي حصل، ها فشلتي ازاي، انت عملتي ايه عشان ايه غلطات اللي انت عملتيها دلوقتي، وعد كل لحظه بعد ما تلست كل حاجه غلط حصلت. حلو، عد كل لحظه مريت بيها باي حاجه ناجحه ان شاء الله. لو عارف انا والله انا النهارده حلقت دقني بنجاح مش طبيعي. I'm serious as little as that. ابدا افتكر كل حاجه نجحتك. قلت لا 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 ما انت هاي ماي شاطره ما شاء الله، وخسيتي وعملتي ترانسفورميشن، وحتى ساعدتي ناس في الموضوع ده. وبعدين دراسه، انا كانوا الانجليزي بتاعي كنت رافضاه طبعا، كنت رافضه اتعلم انجليزي، بيقولوا لي انت عمرك ما هتتعلمي انجليزي. قعدت سنه، قعدت اول 4 سنين ما فيش خالص بتهته، وان الناس اللي عايزه تتعلم انجليزي يعني ريد، اقرا اقرا اقرا. مره من المرات كنت في سنه من الهاي سكول قريت 220 كتاب ولا فاهمه فيهم حاجه، بس I had to fight عشان اتعلمه. ودلوقتي بعمل ريسيرش بالانجليزي، ممكن اكتب كتاب بالانجليزي which actually I'm working on one، بس ده بياخد وقت. افتكر كل مره تحديت فيها نفسك، مش ضروري حد، اتحدى الناس في ايه، لو انت في سبورتس، لو الحاجات اللي هي الحلوه دي، مش اللي هو طب انا هثبت له بقى، وتثبت له هو ليه يعني، هو مين يعني في اخرته في حياته، حتى لو حد من قرايبك، ما انت في الاخر انت اللي هتموت وانت اللي هتاخد شغلك معاك. ما تثبتش حد، اثبت لنفسك. اول ما انت هتبدا تطلع وهتبدا تنجح، اللي من غير ما انت اصلا مش مركز، من كتر ما انت مركز في نفسك مش مركز اللي قدامك شايفك ولا لا، فجاه هتلاقيهم جايين حواليك يقولوا لك واه كنتش يبداوا بقى شغل اللي هو يعني لا في لا جدع. اهلي بيعملوا معايا كده، بيطنشوا خالص المحاولات اللي انا بحاول اعملها، وبعدين فجاه كده لما يلاقوني ظبطت في حاجه معينه يقولوا هاي جود جوب، واخدين بالنا، بس it takes time. الناس عمرها ما هتقعد تقول لك يلا بقى من ساعتها كده، لا it has to take a lot of time. لازم كتير قوي، لا في يوم وليله هتغير بلد، ولا في يوم وليله هتغير من نفسك ولا جسمك ولا نفسيتك ولا في شغلك ولا فلوسك ولا اي حاجه. اوكي، فاعرف ان هي في الاول وفي الاخر بتبقى ارزاق ونوايا، نية من عند ربنا، النية من نفسك ان انت تبقى عايز as much as you can انك تسعى انك تبقى احسن، وفي نفس الوقت رزق من عند ربنا. ده نوع من انواع الرزق، ان هو يرحمك اللحظة دي ويقول خلاص انا هشيل الوجع اللي جواه من الخوف ده، هشيله دلوقتي. انا فاكرة امتى بالظبط الشعور ده راح من جوه قلبي 100% بالفشل بتاع المطعم الكلام ده، من شهر ولا حاجة، من قبل ما اطلع اعمل فيديو. ما كانش في دماغي ان هيبقى فايرال، بس هو الشعور راح. وقفت على رجلي تاني، بدات السانشاين تدخل حياتي تاني، بدات ابص للحياه بوزيتيف تاني. اوكي، انا فشلت وضيعت مش عارفه ايه، وايه يعني اتعلمت، اخدت خبره يا عم ب4 مليون دولار، مفيش اي مشكله. الحمد لله حيه لسه ارزق، ربنا اداني نعم مش عارفه اعدها، ان انا بصحى بعرف اتنفس حتى. خلاص كفايه قوي عليا كده. اسعي كل يوم، اسعي دوري في حاجه تانية، دوري في حاجه جديده، روحي اتعلمي ازاي تعملي كذا، روحي اتعلمي ازاي تعملي كذا. دي كانت نقطه عن الفير. اوكي، في 60,000 نقطه I really wanna discuss، بس مش عايزه اطول، بس there is no way ان انا هدسكس كل الحاجات دي في وقت قصير. 2 examples اهمت عن الفشل وعالجته ازاي.
ولا الخطوات اللي الواحد عدى بيها. خلي عندك ثقة بربنا، اي ملة ايا كان ملتك، مسلم مسيحي يهودي، في ربنا. خلي عندك ثقة ان انت لو سعيت هيديك في الوقت اللي هو عايزه، مش الوقت اللي انت عايزه. ما تبقاش مستعجل، يعني ما تستعجلش عليه هو كمان. انت بتعمل تستعجل على الناس وتزن على ده وتزن على ده وتزن على ده، اتذلل ليه وخلاص وسيبه بوقته. هو يقول لك خلاص دلوقتي ده دورك. اوكي. والاعتماد على النفس، ما تحملش حد فوق طاقته. مامتك وباباك ومراتك وصاحبتك وريفر ممكن يكون عندهم مليون اي حد، اعتمد على نفسك وخلاص. لو لقيتهم لوحدهم كده جايين يدوك سبورت، خير وبركه. مفيش خالص it's completely okay. انا بقعد I promise you بقعد بالسنين، مؤخرا اخر 3 سنين لوحدي رسمي، لولا بس كام حد من صحابي في مصر ساعات بيتصلوا يسالوا، وده means a lot to me. ايه بس اجين اي صفحه تانية ولا شانلز تانية ولا اي حاجه ماليش دعوه بيها. انا حاجتي الوحيده على ماي الك، او اليوتيوب ماي الك، او الانستجرام ماي دوت الك. وتاني شكرا بجد. اهم حاجه عجبتني وحسسني ان انا هنام مرتاحه ان حد يقول لي مامتي بتتفرج عليكي ومامتي فلاحه. قلت له بص دي راسها. وحد تاني من امريكا هنا يقول لي انا متجوز وكل حاجه ويادماير الفيديو مش عارفه ايه، ومامتي عايزه تبعت لك هديه. كم مره موضوع الاهالي ده made me feel like oh my god thank you so much. I'm gonna try my best to be as constructive as possible. سلام.